مجموعة أشخاص يلاقوا معدن أصفر في القطب الشمالي، لقوا الذهب، ومن هنا انتشرت حمى الذهب والكل بدأ يروح لهناك بحثا عن الثراء. بس دول بقى كانوا محتاجين كلاب علشان تجر العربات بتاعتهم، وده هو باك كلب القاضي ميلر. وده بقى كان عمال بيلعب وبيجري بين البيوت ولا حد همه، وما كانش فيه أي حد يقدر يكلمه علشان كلب القاضي. وهنا بدأ يجري ورا ساعة البريد ولحد ما شافوا الشخص ده واللي كان ماسك إعلان لناس عاوزين يشتروا كلاب. المهم وصل ورا ساعة البريد لعند بيت القاضي، فقالت له الطباخة يروح يصحي بنات القاضي ميلر، فقام داخل جوه البيت وفضل يجري فيه ويقفز على السراير، والبيت كان عمال بينهز من كبر حجمه. وهنا الطباخين لما سمعوا صوته على طول خبوا الاكل من سكته، وبعدها طلعوه بره المطبخ، وده يلاقي ميلر واقف وراه، وده يفضل يسحبه لحد ما طلعه بره البيت. ولما جه يدخل تاني لقى في وشه وقال له النهارده بالذات اتصرف كويس علشان النهارده عيد ميلادي. بس ده يشوف ارنب وجرى وراه لحد ما دخل جوه الشجره. اما هنا القاضي ميلر كان متشوق جدا للاكل بتاعه، ولحد ما الحضور وصلوا وكمان باك، وده شاف الاكل وراح يتصور معاهم بورك ديك، والواضح كده ان هو اكل كويس. وعلشان يعاقبه سابوا الليله يبات بره البيت، وكان الجو برق وكمان رعد لحد ما بدأ يسمع صوت حد عمال بينده عليه وبيصفر له. ولسوء الحظ باك كان بيمشي ورا غريزته اكتر ما بيسمع كلام القاضي، وكان هو نفس الشخص اللي شافه قام مستدرجه بالاكل اللي جوه القفص وقفل عليه، وقام قال للشخص اللي معاه ان الكلب ده اسمه باك، وده اخده وانطلق. وبعدها مجموعه اشخاص شالوه بالعافيه علشان تقيل وحطوه في القطر، وينطلق القطر بيه. بس في الاخر يجي شخص ويفتح الصندوق فكسره وخرج منه، وده بقى كان ماسك له العصايه وضربه بيها، ولما وقف له من تاني قال له يا تنفذ الكلام يا تنضرب، فسمع الكلام وقعد. اما بعدها شد الحبل وفضل يجري ويخبط لحد ما لقى مخرج، ولكن ده يتفاجئ ان هو موجود على سفينه، ودي راحت بيه لمكان بعيد جدا عن البيت. ولما شاف التلج لاول مره بدا يمشي عليه زي اللي عنده تسلخات. اما ده فهو جون باع كل املاكه وبدا يتجه للسفينه، بس يتعنقل في باك وبعدها يمشي. وده كان وقع الاله الموسيقيه بتاعته وقام واخدها باك واداها له، ولحد ما وصل التاجر وقام واخده من تاني. اما ده بقى فهو بيرو، وده جاي يدور على كلبين علشان يسحبوا العربه بتاعته. ولما شاف باك غير رأيه، هو عاوز الكلب ده. وكل الناس دول جايين لهنا علشان يدوروا على الذهب ما عدا بيرو. قال له عاوز تروح روح، وفعلا راح. وبعدها يوصل عند فرانسواز، ولما شافت الكلب قالت احنا عاوزين اتنين ومشت. اما بعدها بدأ يعرفوا على الكلاب بداية من القائد بتاعهم سبيدز، وقام ربطه بقى معاهم وبدأ يشرح للكلاب خط السير بتاعهم، ودول هم بقى اللي هيوصلوا البريد، ودي شغلانة بيرو. ولما بدأت الرحلة باك كان عمال بيخبط ويروح يمين وشمال ويقعد كمان، وكان الدنيا. وهنا شاف أرنب، ولما لفوا نزل هو وسحبهم كلهم وراه علشان تقيل، وكان واضح على سبيدز ان هو متضايق جدا. فراح له بيرو وفضل يتكلم معاه كلنا واحد بنقع مع بعض وبرضه بنقف مع بعض. وبعدها كملوا المشوار من تاني لحد ما وصلوا للمكان اللي هيخيموا فيه الليله. وكان واضح على باك ان هو جاب اخره، وكان قاعد بره بالليل في برد اول مره يحس بيه. فدخل جوه الخيمه وخرج فرانسواز منها، فقامت مخرجاه لبره من تاني، وفضل يمشي لحد ما شاف ديب ضخم جدا واسود. ولما رجع لورا وبص من تاني ما لقاش اي حاجه، ده بس كان موجود جوه مخيلته. فقام قايم الكلب ده وراح لمكان تاني، وهو نام مكانه في قلب التلج. وفي تاني يوم يستعدوا ينطلقوا، وده كان عمال بيتزحلق على التلج، وسبيدز يخليه يلبس في الشجره، وبداوا يسلموا البريد وبعدها التاني. وبالليل بقى لما اخدوا الاكل سبيدز كان طماع جدا واخد الاكل من الكلب التاني، فقام رايح باك واداله اكله. وفي تاني يوم يكملوا طريقهم الصعب، وبرضه سبيدز مش عاوز حد يشرب معاه، فقام رايح باك وكسر لهم مكان يشربوا منه، وده كان دمه محروق. وفي تاني يوم يكملوا مشوارهم ويسحبوا العربه من مكان للتاني في قلب التلج وفي مختلف الاوقات، ولحد ما وصلوا لعند مكان خطير كان نهر متجمد، وسبقته فرانسواز علشان تشوف الطريق الامن. بس التلج ينكسر بيها ويقوم رايح لعندها باك وبيرو، بس دي كانت انسحبت بسرعه. قفز باك وفضل يعوم وراها لحد ما وصل لها وحاول يكسر التلج بس كان قاسي. وهنا شاف الديب الضخم تاني وطلع وراه وفعلا كسر التلج. ولما طلع فرانسواز ما قدرش يخرج وانسحب من تاني، وفضل بيرو ينده عليه ويدور فوق التلج ويكسر بالسكينه بس انكسرت منه، وده اداله عصايه يكسر بيها بس ده كان باك. وهنا الحقودي كان عمال بيتفرج. اما بالليل فرانسواز تقول لبيرو انت كنت بتعيط علشان الكلب، فانكسف وقال لها لا وقام ماشي. فتقوم قايله بعدها الباك ان بيرو شغال في توصيل البريد من سنين وما قدرش ولا مره يوصل في الميعاد، وعلى الرغم من كده فضل شغال كل يوم كانه بيوصل في الميعاد وما يأسش. واول مره اشوفه متعلق بكلب كده، ودلوقتي انا كمان. فتديله اكل وتمشي. والحقودي كان برضه بيراقب. وبعدها باك شاف ارنب وفضل يجري وراه والكلاب كمان، ولحد ما في الاخر قدر يمسكه وسابه يهرب من تاني. بس هنا كان وصل سبيدز وخلص عليه، وبعدها يهجم على باك علشان خلاص جاب اخره وعاوز يثبت لنفسه ان هو
هو القائد. وده فضل يتقاتل معاه وكمان يعض فيه لحد ما جابه الارض. ولما جاي يمشي يتفاجئ ان الكلاب بدات تشجع باك. وده بقى لما فتح عينه شاف قدامه الديب الضخم وقام باصص ليم سبيدز كانه بيقول له قوم خلص عليه. قام من تاني وهو متعصب وقام مثبت نفسه في مكانه. ولما هجم عليه سبيدز استلمه يا معلم، قام سحبه لفوق وبعدها رزعه. وبكده بقى عرفه مكانته فين. وفي تاني يوم بيرو كان عمال بيدور على سبيدز بس ما يلاقيش. ودلوقتي لازم يمشوا علشان ما يتاخروش زي كل مره. فقام نده على كلب من المجموعه علشان يكون هو القائد، بس باك اخد مكان القائد وما كانش راضي يتزحزح ابدا لحد ما هما الاتنين زقوه لورا. وبعدها بقى جاب الكلب اللي كان عاوز يخليه القائد، بس ده رفض ان هو يكون القائد وكان عمال بيهرب من ايد بيرو. فقام قايل لباك خلاص يا عم تعالى. وده قام رايح له بقى على مهله زي الباشا ولحد ما لبسه الحزام. وبعدها يقول ان من غير سبيدز يبقى هنتاخر اسبوعين. بس لما باك جهز نفسه قالت له فرانسواز الاحسن تمسك جامد. اول ما قال انطلق كانه موتوره اشتغل. بيرو كان مصدوم جدا من السرعه اللي بقى فيها وكان متحمس جدا وعمال بيقول انطلق بصوت عالي. وصوته ده بقى عمل انهيار جليدي. وفضل يقول لباك يروح يسار بس ما سمعش كلامه ولحد ما شاف الديب وتحته كان موجود نفق. وقام رايح لهناك وفضل يجري لحد ما دخل جوه وكان عمال بيسابق التلج ولحد ما قدر يوصل للبريد في الميعاد. وكده اول مره يعملها بيرو. والناس بقى اخدوا البريد فيقول له بيرو احنا مش بنوصل البريد، احنا بنوصل الحب والامل وكمان الحياه. وفي نفس القريه كان موجود جون عمال بيكتب رساله لساره اللي كانت زوجته، ودول انفصلوا عن بعض بعد ما مات ابنهم تيمي. ودلوقتي جه عيد ميلاد ابنه تيمي وبيكتب لها رساله انه بعد ما مات ابنهم فضل يدور على مكان يقويه بس الواضح انه مش هيلاقي. وفي تاني يوم كان اتاخر وبتاع البريد هيمشي فيقوم واخدها منه باك ويديها لهم. وانطلقت الرحله بالبريد للمكان اللي جم منه ويعدي الوقت ويرجعوا بالبريد من تاني. بس منهم رساله كانت جايه لبيرو وينصدم لما لقى فيها ان هو خلاص انطرد من الشغل علشان بقى في وسيله تانيه لنقل البريد. وباع كل الكلاب وودع باك وبعدها مشى. وباك خسر صاحبه للمره التانيه. ويعدي بقى الوقت ويجي شخص تاني ويشتريهم وده كان عاوزهم يسحبوه علشان يروحوا لمكان فيه ذهب. بس الكلاب مش عارفين يسحبوا العربه دي ودول بقى مش فاهمين اللي عمال بيحصل. فيقوم رايح لهم جون ويقول لهم كسروا التلج اللي لازق في العربه وبرضه مش فاهمين. فيقوم واخد العصا ويكسر التلج. فيقول للشخص ده انت رايح تدور على الذهب في وقت متاخر والتلج دلوقتي عمال بيدوب وفعليا طريقك نصه على نهر متجمد، يعني بكل بساطه انت رايح تموت وتموت اللي معاك. بس ده يكبر دماغه وينطلق والتلج فعلا كان داب والكلاب مش قادره تسحب. اما جون فيلاقي التلج عمال بيدوب ويحس بالندم على باك فيقوم واخد الشنطه وينطلق وراهم. ودول بقى كانوا وصلوا خلاص لعند النهر المتجمد والكلاب جابت اخرها حتى باك. وده ضرب باك واغمى عليه. ولما كان على وشك ان هو يقتله وصل جون وزقه وقال له انت كده هتقتلهم وقطع حزام الكلب. وما سمعش كلام جون وكمل طريقه. اما جون فسحب باك للبيت وده فضل نايم لمده يومين. ولما فاق قال انهم خلاص مشوا وسابوه وقام رايح هو يشرب عصير تفاح وراح وراه باك. وهنا وصل ابو دهبه وقال له انا خسرت كل حاجه وفضل يتقاتل معاه ولحد ما هجم باك وفضل يهجم عليه لحد ما حشوه الناس. ولما جاي يحكم منهم شخص لقى سلاح مع ابو دهبه فطردوه من المكان ورجعوا بقى للبيت تاني. وجون فضل يشرب عصير تفاح فقام رايح باك لعنده وكب الكوبايه وقام واخد الازازه ودفنها في التلج. وبعدها جون يقول له ان ابنه كان نفسه يروح رحله لمكان بعيد وايه رايك لو تيجي معايا رحله. وانطلقوا هما الاتنين في القارب وفضلوا ماشيين بيه لحد ما وصلوا لمكان مليان منعطفات مائيه وطيارات وكلام من ده. بس في الاخر قدروا يعدوا منه بسلام ما عدا القارب ما كانش بسلام. ودلوقتي هيكملوا مشي. وهنا يوصل ابو دهبه لبيت جون بالسلاح وعرف المكان اللي هو رايح له. اما جون وباك كملوا ماشي لحد ما وصلوا لعند بيت قديم والواضح كده ان هو كان بتاع شخص عمال بيدور على ذهب ودلوقتي هيفضلوا فيه لكذا يوم. وبالليل باك كان سامع اصوات ديابه وخاف منهم. اما في تاني يوم نزل جون في النهر وبالصدفة يلاقي ذهب وفضل يدور ويلاقي تاني وباك كمان كان بيساعده. ولما لقى قطعة ذهب كبيرة لقى جون معاه قطعة صغيرة فقام سايبها وجايب له قطعة تانية شبه اللي معاه. بس هنا يشوف ديب ابيض فيقول له روح وراه وتعالى قبل الليل. وده بقى لما كان رايح ورا الديب يلاقي دب في السكة فسابه وجرى بسرعة ولحد ما وصل لعند الديب والواضح انها انثى هنسميها كيتي. والست كيتي فضلت تلف حواليه وفي الاخر هربت. وبالليل كان سامع اصواتهم اصوات الديابة. ولما طلع النهار كان مشى. وده فضل يراقب الديابة وهم عمالين بيصطادوا ولحد ما سقط واحد منهم في النهر وكان على وشك ان هو يسقط في الشلال. فقام رايح باك هناك
وقدر ينقذ حياته وخرجه بالشجرة. وهنا القلب حن، بدأت كيتي تعلمه الصيد وتقرب منه، وكان دايما بيرجعوا معاه أكل لعند جون، ولحد ما في الآخر قام رايح معاهم لعند العريم بتاعهم واعتبروه إن هو واحد منهم. وجون كان ملاحظ إن هو كل يوم عمال بيتأخر عن اللي قبله، ولحد ما راح وراه وشاف حياته الجديدة وعرف إن هو خلاص لقى بيته. أما هنا يجابوا ذهبه لعند بيت جون ويطلق عليه رصاصة وتوقع على النار، ولما كان باك مع الحب سمع الصوت. وهنا بقى فضل جون يتقاتل معاه ولحد ما اخد طلقة في بطنه، وده قال له الدهب فين، رماهوله وقال له في كل مكان. ولما جاي يقتله وصل باك، فضل بقى يتقاتل معاه لحد ما قام زقه جوه البيت وانحرق جوه. وبعدها قام جاب الكتاب لعند جون وقعد جنبه، وده خلاص قال له انت بقيت في بيتك. ومات جون في حضنه، وفي تاني يوم يروح مع كيتي وبقى هو القائد الجديد للقطيع ده، غير ان هو وكيتي خلفوا اطفال صغيرين. وقام رايح معاهم لعند الدب علشان يثبت له مين هو القائد. وبس كده.